يا مساء الهنا والسعادة على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني وكل حد بيوصله الفيديو ده دلوقتي. أتمنى يا رب إن شاء الله كل اللي نفسه في حاجة تتحقق. أتمنى كل حد نفسه ربنا يكبر بخاطره في سؤال معين ربنا يكبر له بخاطره. وتعالوا يلا بسرعة نشوف هنعمل أكل إيه النهاردة. هنعمل دبابيس، بس مش هتكون دبابيس عادية، هتكون دبابيس طعمة قوي وجميلة قوي ومش هتبطلي تعمليها لا لولادك ولا لحبايبك ولا في عزوماتك. أول حاجة هتجيبي الدبابيس بتاعتك هتغسليها كويس قوي، ممكن بمية وملح، ممكن بمية وملح وخل، وبعدين تصفيها وتبتدي ان انتي تعملي لها تشريحة زي ما احنا شايفين كده علشان التتبيلة تخش جواها وتديها التطعيمة اللي احنا عايزينها. أول حاجة التتبيلة بتاعتنا بقى هنعمل فيها حاجة حلوة قوي. أول حاجة هنحط الفلفل الأسود ومعاه سنة ملح بسيطة، مش عايزة أزود المرة دي ملح قوي، يعني أنا هحط ربع معلقة بس ملح، وهحط معلقة صلصة. طبعا كلنا مشايلين صلصة في التلاجة أو عندك أي صلصة من أي نوع هتحطي معلقة صلصة. وهنحط صويا صوص، مش هنحط بقى حبة صغيرة، هنحط مثلا قد 4 معالق صويا صوص اللي هي المركزة اللي هي الغامقة مش الفاتحة. دي بتدي تطعيمة أحلى. مع عندي معلقة كبيرة بابريكا مدخنة، ده برضو بيدي طعم حلو قوي للتتبيلة بتاعتي. طيب انتي لسه هتضيفي حاجات؟ لسه هضيف حاجات، والحاجات دي كلها بتدي طعم حلو قوي للتتبيلة بتاعتي. هحط معلقة واحدة باربيكيو صوص، ده بيدي طعم حلو قوي برضو للتتبيلة بتاعتي، مع معلقتين زيت، معلقتين اهم 2 بس عشان اللي بيعملوا دايت ما يقولوليش الزيت هيبقى كتير ليه، ده معلقتين الزيت دول على قد كل الدبابيس اللي انتوا شايفينها. وطبعا بقى اختياري، ممكن تحطي هوت صوص وممكن ما تحطيش، ممكن تحطي ربع معلقة شطة وممكن ما تحطيش، ده بقى اختياري لكل واحد. اللي بيحبها مشطشطة شوية ممكن، اللي ما بيحبهاش مشطشطة ما يحطهاش. انا واحدة بقى زي حالتي بحب الاكل المشطشط، فلازم احط الهوت صوص او لازم احط نص معلقة شطة. وقلبي كويس بقى. كل التتبيلة دي عايزاكي تخليها يعني تدخل جوه الدبابيس دي، ويا سلام لو سبتيها اكتر من نص ساعة في التلاجة وهي فيها التتبيلة دي. شيلي كده الدبابيس وحطيها في التلاجة وتعالي هاتي البايركس اللي هنسوي فيه. هنعمل فيه ايه؟ ممكن نحط فيه شرايح البصل زي ما انت شايفة كده، نحط شرايح بصل او ما نحطش، في الحالتين الدبابيس مش هتلزق وهتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. بس انا زودت خطوة البصل دي عشان تديني تطعيمة حلوة قوي للدمجلاس اللي هينزل من الفراخ مع الصوص. هستفاد من الدمجلاس ده بطريقة حلوة قوي. طبعا احنا عارفين ان الصوص لما بياخد من ريحة الفراخ او اللحمة وينزل ويتلسوع شوية كده بيبقى احلى دمجلاس. وطبعا انا مش هضحي باي جزء ما عندي من التتبيلة، هنزله في البايركس كله ياخد معاه التسوية بتاعته. هسيب البايركس بتاعي يهدى وهشغل الفرن بتاعي على 220 وابتدي ادخل الدبابيس بتاعتي تاخد الوش وتستوي. اول ما خدت الوش هبتدي ان انا اطفي الشوايه من فوق واخليها بقى ايه مع الفرن بس من تحت تاخد شويه تسويه لغايه ما احس ان انا لو حطيت الشوكه هتطلع ما فيهاش ولا نقطه دم، ويطلع الدبابيس بتاعتي مستويه. واصلا الدبابيس ما تاخدش وقت. هاجي بعد كده هلاقي ان في صوص حلو قوي في ارضيه الدبابيس وانا عايزه انشفها شويه، هطلعه الصوص ده كله في طبق وادخلها تاني الفرن تاخد وش محمر وجميل زي ما انتوا شايفين. طبعا تقدروا تاكلوا جنبيها مكرونه، تقدروا تاكلوا جنبيها رز ابيض، وبالف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وافادتكم، ومنتظره تعليقاتكم الجميله وتطبيقاتكم. طبعا يا سلام لو جربتوا الوصفه وصورتوها وبعتولي، هيكون فعلا بيسعدني جدا. ويلا اشتركوا معايا في التيك توك واليوتيوب والانستجرام، هتشرفوني في كل مكان وهيشرفني كل تعليق بتحطوه. اعملوا الاكل بحب وقدموا لي اللي بتحبوه، ودايما يا رب متجمعين في خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.